السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ تنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم كيف تشاهدوا معايا غادي نصايب معكم واحد النوع ديال الحوت، الشرن. غادي نطيبوه في الكوكوط ربع ساعه، تيكون واجد مع بطاطا وخيزو وفليفله هكا. تيجي لذيذ 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 بزاف وغزال، وما فيهش توابل بزاف، في داكشي بسيط. وان الاهم انه دغيا تيوجد، لكن مزروبين دغيا دغيا تيوجد. ربع ساعه صافي هو وجد لينا. دوزو باذن الله نشوف المقادير. المقادير ديالتو عاديه، الخضره نتوما اللي بغيتو، ممكن تحيدو خيزو، ممكن تحيدو بطاطا، نتوما داكشي اللي بغيتو، ممكن ديرو غير الحوت بوحديه، نتوما واللي بغيتو. انا هنا عندي الشرن، غاسله محيده ليه حتى ديك الجلده ما تكون فيها داك الحروشيه من الفوق. حيدتها كامله وغسلته مزيان وصافي، وخليته هكا ينشف ليا من الماء. غادي نحتاج خيزو، غادي نقطعو دويورات هكا، ما يكونوش غلاضين، ما يكونوش رقاقين بزاف. اصلا هو ما تيشد ليناش الوقت بزاف، وما فيهش الماء بزاف، فيه تقريبا واحد 2 معالق هكايا، 4 كاس صغيور. صافي كافي. شتو السمك ديالو ما يكونش غلاضين بزاف. صافي قطعت انا بطاطا وقطعت خيزو، بطاطا قطعتها دوائر، وعندي فليفله حتى هي قطعتها دوائر. صافي وخيزو. غادي دابا نجيب الكوكوط باش نديرها فيها دغيا تيوجد لينا البنات، لكن مزروبين بحال هكا دغيا دغيا تيوجد لينا، ما تتعطلش. صافي غادي نصبغ خيزو، هو الاول غادي نحطو في القاع ديال الكوكوط. عاد ندير من فوق منه البطاطا، وعاد ندير فوق منه الفلفله. نصبقو خيزو هو الاول لحقاش يكون شويه هكا قاصح، باش دغيا دغيا طاب لينا. صافي وغادي نزيد فوق منه بطاطا. حاولوا تسرحوا على القاع ديال الكوكوط هكا مزيان، باش كل واحد ياخذ حقه من داك التوابل اللي غادي نديرو. صافي وغادي نحط بطاطا حتى هي نحطها فوق الخيزو. وعاد غادي ندير الفليفله ديالتي. اما التوابل ديالته بسيطه بزاف، ما فيهاش بزاف ديال التوابل هكا. ولا بغيتو نتوما ديروا شرموله لحقه وطريقه ممكن ديروها، انا خليتها هكاك باش كل حاجه تنتبنوها بوحدها وتيجي بنين، تجي واحد التغميره داك الاخرانيه اللي تتبقى واقفه، وتجي لذيذه 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 بزاف، ما تشبعوش منها. صافي هنايا درت البطاطا وغادي ندير الفلفله، وغادي ندوز باش نصايب التوابل اللي غادي ندير فيها هذا اللي غادي نسقي بها الحوت. وهاد الخضيره ديالتي هي توابل بسيطه بزاف وسهله. صافي غادي دابا ان شاء الله نبدا نصايب معكم التوابل. عندي هنا شويه الهريسه، الا كانت عندكم السودانيه ممكن ديروها، انا حيت ما عنديش. غادي ندير الكمون، وعندي شويه ديال التحميره هكا باش تعطيني اللون، وشويه ديال التوابل ديال الكفته. الا ما كانش عندكم ممكن تستغناو عليها، ديروا هكا شويه ديال البزار، ولا غير صافي غير السودانيه والكمون راهم كافيين. انا درت هنا شويه ديال التوابل ديال الكفته تعطي واحد اللذه غزاله مع الحوت. صافي وغادي الثومه غادي نقطعها غير طريفات، ما غاديش نحكها، لا بغيتو نتوما تحكوها حكوها. وغادي نحتاج فيها الحامض والزيت البلديه مع خليط مع زيت الروميه، زيت الزيتون مع زيت العاديه اللي بغيتو نتوما. بغيتو ديروا غير زيت الزيتون بوحديتها ممكن ديروها، انا تنديرها تجي زوينه بزاف. صافي وعندي ورقه سيدنا موسى والماء. غادي نحتاج غير واحد 2 معالق كبارين ديال الماء. صافي ما تكثروش لحقاش الخضره تطلق لينا الماء. صافي راها كافيه وما تتاخذش الوقت بزاف. وهنايا عندي عصير تقريبا حامضه، عصرتها هكايا مزيان، تعطي واحد البنه ديال الحموضه تجي زوينه بزاف. حيدوا غير العظام لحقاش راكم عارفين تطلقوا المروره. صافي وغادي نحط هذاك الثومه وورقه سيدنا موسى من الفوق. وعاد غادي نبقى ندير الحوت في هاد الشرموله اللي صايبت ونبدا نحطو. من بعد غادي نخوي داك الشرموله ديالتي كامله، راها تجي لذيذه بزاف مع انها بسيطه في المقادير ديالها، وحتى في التوابل ديالها بسيطه بزاف، ما فيهاش بزاف ديال المقادير. ولا ما عندناش شي حاجه في الدار نمشيو نجيبوها. والملحه ضروري عندكم تنساو الملحه. نعاود معكم التوابل. عندنا الملحه، عندنا الكمون، عندنا شويه ديال التحميره، شويه ديال الهريسه ممكن تعوضوها بالسودانيه، وشويه ديال التوابل ديال الكفته. هذه اختياريه، يعني ما كانش عندكم ممكن تستغناو عليها ما ديروهاش كاع. صافي ورقه سيدنا موسى غادي نحطها فوق منها والثومه.
والحامض بطبيعة الحال الحامض تقريبا انا درت حامضه ما كاملاش ما كاملاش ماشي كامله، خليت منها واحد شويه هكا صافي، وجوج معالق ديال الماء، ما تكثروش من الماء لحقاش الخضره تطلق الماء صافي. وغادي نجيب الكوكو ديالي فين غادي نقرد داك الثومه ونحط ورقه سيدنا موسى، عاد غادي نبدا ندير لداك الحوت ديالي هاد التوابل هذا اللي صايبت معكم. انا الثومه كيف قلت لكم غير غادي نقطعها كيف تيبان لكم دابا، غير غادي نقطعها هكا على جوج ونحطها، لحقاش ملي تطيب هي اصلا تذوب وتتجي بنينه هكا، حتى بقات تغمسيها تتجي بنينه هكاك. صافي حطينا هذاك ورقه سيدنا موسى، وغادي نشد الحوت غادي نخشيه في هذيك الزليفه اللي دايره فيها انا شريميله ديالتي ونحطو، اللي بقى ليا غادي نخويه من الفوق ان شاء الله. التوابل كيف قلت لكم تتبقى داكشي اللي عندكم وداكشي اللي تتبغيو نتومايا. الا ما كنتوش باغيين كاع ديروا لا الهريسه ولا الورق ولا السودانيه، ممكن تعاودوا بدوك المزيودات الصغار تحطوها من الفوق صافي، ومني طيبوا التالي ديك الساعه حطوها قدامكم صافي. غادي نبقى هكا باستمرار نستو فيهم هكايا، وفي نفس الوقت غادي ندير نخشيهم في ديك الزليفه اللي فيها التوابل، واللي بقات لي غادي نخويها فوق منهم هكا باش تشرب ليا داك الخضر التوابل كامله اللي درت. راه تتجي لذيذه وزوينه بزاف مع انها بسيطه، وهكايا تتنفعنا لهاد الاوقات اللي تنكونوا هكا مزروبين خصنا نوجدوا شي حاجه دغيا دغيا. يكون عندنا الحوت في الثلاجه هكايا موجود مغسول ناضي صافي، دغيا دغيا طيب لكم من ربع ساعه. انا هنا مني غادي نسالي غادي نسد عليها نسد على الكوكوط عادي بالصفاره وبكل شيء، وغادي نحطها فوق البوطه غير نحس بالكوكوط بدات تصفر لي، غادي نحس بربع ساعه ونطفي عليها. راه دغيا تتوجد غير النار تكون مهيله على نار مهيله باش ما يتحرقش لينا ويطيب على مهل هكايا، ونحسوا بان الخضر ديالتنا كامله طابت والحوت هو طاب صافي. كيف قلت لكم ربع ساعه، غير ربع ساعه مني تبدا تصفر الكوكوط وتكون النار مهيله صافي. هنا غادي نسد الكوكوط عادي، ندير لها الصفاره ونسدها عادي. صافي هنايا من بعد ما طاب ليا شوفوا كي تيجي خاتر. الا بغيتي تخلو فيه ديك المريقه اللي تبغي هكا فين يغمس يخليها، انا ما خليتهاش، خليتها واقفه غير الخضره وهكا وشويه ديال غير الخضره هكايا والحوت صافي هما اللي خليتهم. انا هنا غادي نخليها تغلى واحد جوج غليات هكا، وغادي نطفي البوط عليها. راها تجي لذيذه، واحد الريحه طالعه منها غزاله ما تشبعوش منه، تيجي لذيذ بزاف. تلقاو في الطبق النهائي ان شاء الله. صافي، وكان هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم. زينتو هكا بشويه ديال الزيتون، الا بغيتو ديروا هكا فلفله حاره من الفوق ولا الحامض مصير، داكشي اللي بغيتو زينوه من الفوق. تتجي لذيذه لذيذه بزاف، والخضره تطيب كيف تيبان لكم راه بطاطا عي تديري لها هكا دغيا تتهرس. وشوفوا الحوت تبارك الله تيجي لذيذ بزاف. الا بغيتو ديروا حتى ديك شرموله الحوت وتخليوها بلاتي شويه ديروها طيب ممكن باش يتشرب لينا داك الشريميله اللي درنا داك التوابل، وتيجي طبق زوين بزاف ولذيذ ودغيا تيوجد، ما تياخدش الوقت بزاف وساهل هكايا. اللي مزروب ممكن دغيا يقطع خضيره ويديرها في الكوكوط ويدير فوق منها الحوت صافي، وها هو وجد لنا واحد ربع ساعه ودغيا تيوجد صافي. تنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وينال الرضا ديالكم. الى اللقاء، احسن نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، وبالصحه والراحه.